السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هاخدكم كده النهارده جولة في محل اخويا، محل كده للادوات المنزلية. المحل ده انا كنت عملت لكم فيه جولة قبل كده، بس كان للسجاد والانتيكات، وكان برضو الجزء التاني كان في المحل التاني برضو اللي هو تبعه. هو في نفس المكان في نفس الشارع بالظبط، فهو نقل المحلين في محل واحد كله بقى سجاد ونجف وانتيكات. والمحل ده كده عملوا أدوات منزلية، كل ملتزمات العروسة للنيش وللمطبخ. حاجات بجد هتبهركم. العنوان إن شاء الله هكتبه لكم في صندوق الوصف وفي أول تعليق، وكمان رقم التليفون هسيبه لكم على الشاشة كده، علشان اللي حابب يتواصل معاه ويعرف منه أسعار أي حاجة، أو حابب ياخد منه حاجة. يلا بينا كده اخدكم الجولة. زي ما انتوا شايفوا كده في اول الفيديو، دي كده الباترينا اللي في واجهة المحل. عرضنا كده منها حاجات بسيطة، من الحاجات اللي هي اطقم العشاء وطقم البهارات والحاجات ديت. هبدأ معاكم كده في اول حاجة في الكاسات. زي ما انتوا شايفين كده، هو عامل زي نظام دولاب كده بأرفف جرار حاطط فيها الكاسات. حطيناها بالشكل ده، بجد كلها حاجات فخمة وممتازة. ده كده القارورات، يعني الكاسات اللي انا هوريها لكم دي. كمان في اخر الفيديو هوريكم بقى الكاسات اللي هي مش محطوطة على الرفوف، لان المكان ما كانش مقضي ان احنا نعرض كل الحاجات اللي جايبها. زي ما انتوا شايفين، حاجات بقى كلها اللي هي ماركة البوهيمي، وحاجات نظيفة جدا جدا. عنده جميع الأسعار وجميع الماركات. اللي حابب حاجة وعايز يعرف سعرها يقدر يتواصل معاه على الرقم ده، وهو هيقولها له. شايفين ده بقى كده؟ لميت هنا القارورات كلها، حطيناها في الجزء ده. بجد حاجات جميلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين، هو عامل ده نظام زي نظام دولاب كده بضلف، وعامل فيه أرفف جرارات، وعارض فيه الكاسات كده بالشكل ده. دي بقى الكاسات اللي هي الفرداني، وفي الكاسات اللي هي بالبولة أو بالشفشق. ده برضو طقم كاسات كده 18 قطعة، هو كله لون واحد بس تلات أشكال من نفس اللون، اللي هو الطويل والمكبب. الطويل بس مش طويل قوي، زي ما انتوا شايفين كده. بجد فخم جدا وشكله جميل جدا. اي حد زي ما قلت لكم حابب يتواصل معاه، يتواصل معاه على الرقم اللي على الظاهر معاكم على الشاشة، وهو هيقول لكم اسعار اي حاجة انتوا عايزينها، وتقدروا كمان يوصف لكم المحل تروحوا له. زي ما انتوا شايفين كده. ده كده بقى ايه بقية الكاسات. وان شاء الله برضو قريب هعمل لكم جولة في محل السجاد تاني، لانه جاب حاجات جديدة وانتيكات جديدة. فهعمل لكم جولة فيه ان شاء الله، وبعد كده كل ما هيجيب حاجات في المحل ده جديد هعمل لكم جولة فيها. زي ما انتوا شايفين كده، بجد الحاجات كلها حاجات فخمة وممتازة. واي حاجة برضو لو انت محتاجاها وهي مش موجودة، يقدر يجيبها لكم ان شاء الله. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم كده في الحاجات دي، بجد جميلة جدا. وعايزة بقى انتوا رأيكم تقولوا لي، يعني الأذواق والحاجات دي عاملة ايه. كده خلاص احنا خلصنا هنا بقى الكاسات، وهبدأ اوريكم الحاجات اللي على الأرفف. بالنسبة بقى ان احنا سايبين في حاجات كتير قوي سايبينها في قلب الكراتين، لان محله يعتبر على اسفلت. وبجد التراب بقى، بمناسبة ان هما الاسفلت ده كله اتفحر عشان الغاز والنت والكلام من ده. فالتراب فظيع جدا، فمرضناش نفكك كل حاجة. هنا عملنا الجزء الاولاني ده كده، الرفوف كلها اللي تحت بعضها اطقم التوابل العادية بقى، واللي هي الصيني والسيراميك، الحاجات اللي هي الدوار، وكله في جنب واحد. هنا برضو حطينا كده اطقم الكنك. كنك بقى ألمونيوم، تيفال جرانيت. هنا برضو المجات والكوبايات. كوبايات بجد بجميع أشكالها، اللي هي الملونة والترامس. كل حاجة تقدر العروسة تحتاجها لشقتها للنيش أو للمطبخ، إن شاء الله هتلاقوها معاه. ولسه ان شاء الله في حاجات كمان ما اتعرضتش. اول ما نعرضها، لان احنا طبعا المحل كنا لسه بننظم فيه وكده، ففي حاجات لسه في ارفف وحاجات من دي هتنضاف ان شاء الله. وهنرصص باقي الادوات اللي انتوا البضاعه اللي انتوا شايفينها دي، هنرصص بقيتها.
زي ما انتوا شايفين كده، يعني اكتر حاجات فقراتنا. هنا بقى ده قسم كده الصواني بتاع الفرن والكيكات والجريلات، وفي بقى ان شاء الله هتشوفوه في اخر الفيديو قسم بقى الحلل والالومنيوم والستانلس والصواني بتاع كل ده في الجزء التاني في الصندلة اللي في المحل من فوق. هنا بقى كده برضك صواني التقديم، احنا عارضين كده من كل حاجة حاجات بسيطة بحيث ما تتطربش معانا وتتبهدل. زي ما انتوا شايفين كده، وبرضك الصواني اللي هي الميلامين. هنا بقى أطقم التوزيع بجميع برضك أشكالها، جرانيت، اللي هي السيليكون، اللي هي الستانلس، والمعالق برضك وشنط المعالق والسكاكين بجميع أنواعها برضك. يعني كل حاجة احنا مش عايزين نفكك زي ما قلت لكم، علشان الأتربة عنده فظيعة جدا بجد، بتبهدل أي حاجة. يعني احنا فرشنا ورحت وانا بصور لكم الفيديو ده، يعتبر الكراتين كده من فوق فيه أتربة، لازم على طول بقى تنظيف وكده، فمرضناش نفتح علشان الحاجة ما تتبهدلش. هنا برضو حافظات الطعام وبقية أطقم الصيني والحاجات الكهربائية اللي هي الكبة والعجان والمفرمة والحاجات دي، والمضرب الكهربائي اللي هو العادي. كل حاجة كده زي ما انتوا شايفين، والحلة الضغط والكاتل الستانلس والكاتل الإزاز. وبقيت كده كراتين الصيني ما فتحناهاش. هنا بقى زي ما قلت لكم دي بقيه الكاسات اللي انا قلت لكم هتشوفوها، دي بقى كده حاطينها على الرف برضو بس متقفله، فحبيت ان انا افتحها واوريها لكم. لو انتوا لسه معايا بقى لغايه دلوقتي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك كده وتكتبوا لي تعليق في التعليق تحت الفيديو، وتقولوا رايكم ايه في الحاجات اللي انتوا شفتوها دي. واللي حابب يشوف الجولات اللي انا كنت عاملاها قبل كده في المحل السجاد، ان شاء الله هحطها في صندوق الوصف. زي ما انتوا شايفين حاجات كلها اشكال والوان مختلفه، مفيش طقم كاسات متكرر، يعني كلها في حاجات اشكال زي ما انتوا شايفينها اللي هي الشربات دي، نفس الاسطمبه بس اشكال والوان مختلفه. فاهمين قصدي؟ يعني العروسه بجد هي هتحتار من كتر ان كله اشكال مختلفه مش حاجات متكرره. زي ما انتوا شايفين، وطبعا احنا جبنا جميع الاذواق لان طبعا كل واحد ذوقه بيختلف عن التاني. كده خلاص دي الكاسات برضو ما عرضناهاش كلها لان كان المكان كده في المقضاشي. هنا بقى خلاص طلعنا في الصندلة من فوق. حاطط بقى هنا عملناه القسم الحلل والصواني والرفايع كلها بالشكل ده كده بقى طلعت السلم كده ما شاء الله، الإضاءة والإنارة هو ظبطها جميلة جدا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده عمل القسم ده كده للحلل، كل طقم كده بحلله تحت بعضه. يعني النظام كان شكله جميل جدا. وهنا بقى ايه اللي هي المناشر والسلم وترابيزات المكوى. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده دي اطقم الاستانلس، دول 3 انواع مختلفين مش كل نوع زي بعضه، كل واحد نوع وكل واحد شركة. هنا كمان الالومنيوم برضو حابة يعرضه لكم، الالومنيوم ده 10 حلل والكسرونات 8 حلل. بس احنا عرضنا كده المقاسات منه والباقي فيه الكراتين علشان ايه المكان مش هيقضي ان احنا نعرض الحلل كلها. برضك هنا بقى دولت كده التيفال برضك انواع مختلفة مش كلهم زي بعض، كل واحد بنوع مختلف. زي ما انتم شايفين، لو شايفين احنا حاطين تحت كده هنا الاسامي لكل طقم. كده انا حبيت ان لما جينا نرصص احنا نحط كده زي ما انتم شايفين كل حاجة كده بالترتيب جنب بعضها. هوريه بقى الجزء اللي هو اللي قباله، حطينا الحلل الجرانيت. زي ما انتم شايفين الجرانيت برضك بانواع، يعني مش نوع واحد جرانيت، لا 3 انواع من الجرانيت زي ما انتوا شايفين. الجرانيت ال20 قطعة وال15 قطعة وال12 قطعة، وبرده كل حاجة وخامتها. زي ما انتوا شايفين انا ما اقدرش اقول لكم اي اسعار في الفيديو لان انتوا عارفين ان احنا اليومين اللي احنا فيهم دولت كل يوم الحاجة بسعر، حاجات بتنزل حاجات بتطلع، فطبعا انا ما اقدرش اقول لكم على الاسعار. لكن انتوا لو عايزين تعرفوا اسعار اي حاجة تقدروا تتواصلوا معاه على الرقم اللي على الشاشة، وهو هيقول لكم على كل اللي انتوا عايزينه. هنا بقى في الوش كده زي ما انتوا شايفين
حطينا هنا كده الرفايع كلها بقى، المقالي الفرداني وكمان المصافي كده كاملة اللي هي الألمونيوم والستانلس والبلاستيك كلها كده تحت بعضها زي ما انتم شايفين كده، وكمان المصافي بتاع البطاطس يعني حاجات كده كلها ما شاء الله، وأطقم التوزيع الفرداني، المقصات، الولاعة كذلك. كل حاجة، الحاجات دي كلها بقى انتوا عارفينها كده، كل حاجة محطوطة في القسم بتاعها. وان شاء الله الجاي كمان جديد في حاجات كتير جدا ولسه ما اتعرضتش وما اتحطتش. هنا بقى كده الالومنيوم، يعني احنا اخترنا القسم اللي فوق اللي هو الصندله ده نحط فيه الحاجات دي علشان تبقى كلها حاجات كده متناسقه مع بعضها. اتمنى بقى لو وصلتوا معايا لنهايه الفيديو ما تنسوش زي ما قلت لكم الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا كده لايك وكمان تعملوا تعليق كده وتقولوا رايكم في الفيديو، وان شاء الله انتظروني في فيديو جاي.